السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نعمة صديق. النهاردة زي ما انتم شايفين هنعمل أكلة جديدة، ووصفة جديدة مش مصرية. هنجدد بقى ونعمل حاجة سورية. أكلة بتتعمل في بلاد الشام كلهم عارفينها طبعا. هي فتة البتنجان و أكلة لذيذة وجميلة يعني، والمكونات بتاعتها موجودة عندنا وهتلاقوها في كل بيت يعني. حبيت أجربها وأوريكم التجربة. ف هنشارك مع بعض التجربة بقى. بس قبل ما نبدأ وصفتنا متنسوش تسموا الله وتصلوا على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اول حاجة طبعا هستخدم البتنجان الرومي طبعا زي ما انتوا عارفين، ده اكيد يعني. هستخدم 3 وحدات من البتنجان وهقطعهم مكعبات. هوريكم بقى واحدة بس، والباقي بقى طبعا هيتتعمل بنفس الطريقة. طبعا انا بقطع البتنجانة، بقطعها مش بشيل القشر كله، بسيب جزء من القشر عشان هو برضو مفيد وفي نفس الوقت طعمه حلو. وهما بيعملوه كده برضو، بس هما مش بيقطعوه زينا كمصريين يعني، هما بيقطعوه مكعبات. طبعا الأكلة دي لذيذة جدا يا جماعة، ومفيدة يعني، وفي نفس الوقت مختلفة يعني. احنا هنغير في الأكل برضو، هنحاول نشوف الأكلات في الشعوب الأخرى ازاي. يعمل لكم كذا أكلة بقى من كذا بلد. طبعا دي أول حاجة عملتها. وقبل كده برضو كنت عاملة فتة الشاورما اللي برضو السوري، والفاهيتا برضو الفراخ دي برضو يعني تعتبر سورية. طبعا هم عشان موجودين هنا وكده يعني، فالأكلات بتاعتهم بقى بدأت تنتشر في وسط المصريين. واحنا بنحاول برضو نغير في الأكل، بنحب نجدد يعني. بعد كده بعد ما قطعت البتنجان احط عليه ملح زي ما انت شفتوا كده، واسيبه بقى علشان بينزل ميه، وهجيب العيش بتاعه اقطعه بالمنظر ده. طبعا هما بيستخدموا العيش الشامي مش بيستخدموا العيش ده، بس انا بصراحه بحب العيش البلدي في اي حاجه، طعمه بيبقى ألذ من الشامي بكتير، فهستخدم العيش البلدي. وطبعا لكم الحريه تستخدموا اللي انتوا عايزينه، بس اللي هي الوصفه الحقيقيه بتستخدم العيش الشامي. هاخده بقى واقطعه كده زي ما انتم شايفين مربعات، هما بيعملوه كده برضو، وهبدأ احمره في الزيت. وعلى فكرة انا بحمره الاول، هحمر بعد كده البتنجان في نفس الزيت ده، بس عشان طبعا البتنجان بيغمق الزيت، فهحمر الاول العيش. وطبعا هو بيتحمر بسرعة جدا يعني، مجرد ما احطه بشيله، لانه بيفضل يغمق شوية بعد ما بيطلع من النار، فاحمره بسرعة واشيله. وبعد كده بقى احمر بعديه البتنجان على طول. طبعا الوصفة دي سهلة جدا ولذيذة، هتعجبكم بإذن الله. وكمان زي ما انتم شايفين كل الأدوات عندنا في البيت، بس هي بقى مكوناتها كتير يعني، وفيها حاجات ممكن تتشال وفيها حاجات ممكن تضاف عادي جدا جدا. طبعا احنا بنحط لمستنا في اي حاجة يعني، بنضيف اللي احنا عايزينه ونشيل اللي احنا عايزينه، فبراحتكم يعني. احمر بقى البتنجان زي ما انتم شايفين. أه طبعا كل واحد له الحرية ورأي يعني، في نوعية الأكل أو في طريقة الأكل. هم مختلفين شوية عننا في طريقة الأكل، بس احنا بنحب نجدد برضو، فهنجرب برضو جميع الأكلات بتاعتهم وتجديد في الأكل يعني. كده انا خلاص شلت البتنجان اهو، بشيله برضو ذهبي كده، هو بيغمق شوية برضو عشان لو قعد اكتر من كده بيبقى بيتحرق يعني، بيبقى كأنه محروق. انا يبقى عندي مكسرات بقى يعني بزين بيها، هما برضو بيزينوا بمكسرات، ده لوز. هنبدأ نحمره في نفس الزيت علشان خاطر يعني برضو بياخد نفس الطعم. وانا ما خدش بالي ان الزيت ده سخن جدا يعني، هتلاقوا المعلقة ساحت شوية مع انها سيليكون. وكمان بعد كده اما حطيت الزبيب بغمق بسرعة جدا، فخدوا بالكم بقى.
المفروض كنت ابقى مهدية النار عشان الزبيب ما بياخدش يعني تسوية، يعني لو النار عالية زي ما حصل كده بيتحرق. انا لما حطيته ولقيته اتحرق استخدمت حبة كمان، يعني عملتهم انا بقى مع نفسي عشان ما يبقاش غامق او محروق. بصوا هتلاقوه في ثانية اغماء، طبعا لان النار عالية جدا وانا ما خدتش بالي، بس حصل خير يعني. المهم بعد كده بقى كده خلاص هبدأ بقى بعد ما خلصت كده التزيين. طبعا انتوا تقدروا تزينوا بحاجات تانية كتير، انا عملت كمان لحمة مع الصجاها، بس طبعا انا ما عملتش الطريقة بتاعتها المرة دي لان هي عملتها في حلقات تانية كتير من معاكم قبل كده، فلو عايزين بقى تشوفوها عندي في فيديوهات تانية. هنعمل بعد كده سلطة الطحينة بتاعتنا او السلطة اللي بتتحط على الوش. هي جميلة جدا جدا وبتتعمل بكوباية زبادي زي ما انتم شايفين وعليهم طحينة، بس بصوا طعمها رائع. انا يعني قررت ان انا اعمل سلطة الطحينة بتاعتي بعد كده لازم احط عليها زبادي، احط عليها رشة من الكمون ورشة من الكزبرة وكمان الملح بتاعنا والليمون، وهبدأ اقلبهم مع بعض كده لحد ما يمتزجوا كويس جدا. طعمها رائع. كمان ممكن تضيفوا لها توم باودر وبصل باودر زي ما تحبوا، يعني ممكن تخلوها كده بس، هي كده بس هتلاقوها حلوة جدا. المهم ان انتوا بس هتحطوا عليها معلقة ملح خل سوري، ودي طبعا معلقة من التوم، وهتحطوا كمان حبة زيت زي ما انتوا شايفين، وكده تمام، والخل بتاعنا وخلاص، وتقلبوها كويس جدا مع بعض وطعمها رائع. كده خلاص المكونات بتاعتي كلها تكون جهزت. هبدأ بقى احطها على بعض. هي طبعا هي خطواتها كتير، ولكن بعد كده بحط كله على بعض. وبعد كده العيش الناشف دوت او العيش المحمص بحطه الاول، وبعد كده بحط عندي اللحمة المفرومة وابدأ اوزعها كده. والطبقة الاخيرة هي طبقة البتنجان بحطها بقى، وبعد كده بحط على الوش سلطة الزبادي بتاعتي اللي هي بالطحينة، وابدأ احط بقى مكسرات. وكمان بيستخدموا الحمص المسلوق اللي هو بيبقى مع اللي بيتعمل حمص شام دوت، بيسلقوه ويحطوه. وكان عندي بس انا نسيت اصلا، نسيت احطه. كمان لو في سماق حطيه، انا برضو كان عندي سماق بس كان محتاج ان انا اطحنه فكسلت بقى بصراحة. بس هحط بقى اللوز بتاعي واحط الزبيب وازينه بقى زي ما انتوا عايزين. وبعد كده بقى بيتقدم طبق رائع. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتدعوا لي دعوة حلوة، وتدعوا لابني مازن بالرحمة ان ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب. واشوفكم في وصفات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.